السلام عليكم خوتي رجويين، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. بزاف ديال الناس اللي شافوا فيكتور ابريغو رجع للرجاء بغاو يسوقوا على انه لاعب عادي، لاعب دون المستوى، لاعب ما يصلحش للرجاء. ولكن الخوت، انا ما غاديش نقول ان فيكتور ابريغو لاعب كبير ولاعب عالمي، ولكن خصنا نعطيو السيد الوقت ديالو ونعطيوه الحق ديالو في الرجاء. كيف ما كنعرفوا كاملين فان السيد في عهد جوزيف زيمباور فراه تظلم، هذه راه ما يمكنش نكروها. فاحنا كنتمناو من السيد لسعد جرده الشابي، وعندنا كامل الثقه في النزال ديال لسعد جرده الشابي باش يعطي الوقت الكافي لفيكتور ابريغو. اول حاجه الخوت، انا متفائل بفيكتور ابريغو. علاش؟ اول حاجه لاعب بوليفي، كيلعب في الدوري البوليفي، ياك؟ بوليفيا واحد الدوله اللي مرتفعه على سطح البحر، يعني راه ما كانش عندك واحد لا في ام خارقه للعاده راه ما تلعبش في بوليفيا. الملعب ديال المنتخب ديال بوليفيا فراه مرتفع على سطح البحر ب 2000 متر. راه غادي لعاب ديال البطوله يلعب فيه غير الساعه غيموت لك. انا نقول لكم اللي كاين شي لعاب ديال البطوله ما غيلعب، ما يقدر يصبر حتى 15 يوم في الدوري البوليفي. ثاني سبب يخليني نتفائل بفيكتور ابريغو هو انه لاعب دولي، لاعب اللي كيلعب بالمنافسات او كيلعب بالاقصائيات ديال كوبا امريكا، كيلعب الاقصائيات ديال كاس العالم. وراكم عارفين المنافسين، بلا ما نهضر على المنافسين، البرازيل، الارجنتين، اوروغواي، البيرو. المهم، ثالث حاجه خلاتني متفائل بفيكتور ابريغو هو ان الدوري البوليفي دوري محترم. رابع حاجه، فيكتور ابريغو كيلعب مع الفريق ديالو ريال بوتوسي كوبا ليبرتادوريس. وبناء على هاد الاسباب اللي عطيتكم، فانا لا اعتقد ان الرجاء غتفرط في فيكتور ابريغو بهذه السهوله. انا متاكد ان فيكتور ابريغو غياخذ الوقت الكافي باش يدخل في المنظومه ديال الرجاء، وديك الساعه ان شاء الله نحكموا عليه. اما بالنسبه للهلال الفردوسي الخوت، انا غنلقص لكم نيشان. هلال الفردوسي ضعيف الشخصيه، لا كاريزما لا حضور لا والو. علاش الخوت تنقول انا هضره؟ لانه بهاد الحركه اللي دار هو فراه استسلم للضغط، ما قدرش على الضغط. واللاعب اللي ما يقدرش على الضغط فراه ما صالحش للرجاء، بيعو غير بجوج دراهم وما تخليهش لينا. انا بهذا المنطق تنمشي، لان الرجاء حنا شنو كبرنا مع الرجاء؟ كبرنا مع الرجاء كتربح الاهلي في الاهلي، كتربح الزمالك في وسط الزمالك 3-0. هادشي اللي شفنا حنا مع الرجاء كانت كتمشي لجنوب افريقيا وكتجيب الرباح من جنوب افريقيا، في الوقت اللي كان المنتخب اليومين هذا باقي ما كيربحش جنوب افريقيا. المهم، هذا الموضوع هذا كنت دويت فيه شحال هادي. اللاعبين اللي المستوى ديالهم ما كيلاقش بالرجاء، اللاعبين اللي ما كيقدروش يصبروا على الضغط، اللاعبين اللي ما كتكونش عندهم واحد الشخصيه وواحد الكاريزما وواحد الحضور قوي، كيبان لك لاعب راه واقف، راه نجم، راه ستار، راه ما غاديش يصلح للرجاء وما غاديش يلعب في الرجاء. ورا الهضره هذه راه كتشمل الزيلا وكتشمل بزاف ديال اللعابه، بلا ما نبقى نذكر في اللعابه الخوت، راه صافي، راه باين الفيلم. اللعابه اللي ما صبروش على الضغط العام اللي فات غيتم الفسخ ديال العقد ديالهم، سواء كان بالتراضي ولا غيتم البيع ديال العقود ديالهم. صافي، ما نعاودش ندوي انا في هذا الموضوع هذا. غندوزو الخوت دابا الموضوع المباراه الوديه. كما سمعتوا كاملين وعرفنا كاملين ان راه كاينه مباراه وديه في شهر غش، بالضبط ما بين 8 و 9 غش، مع فريق اوروبي. ماتش غالا. ملي تنقولوا ماتش غالا راه بحال الديكور ديال الماتش ديال الرجاء وبيتيس، الرجاء واتلتيكو بيلباو. بزاف ديال الماتشات كنا لعبناهم في لا بري سيزون. بالنسبه لواحد الفئه من الجماهير اللي مازال مقتنعه ومتشبته بان اياكس غتلعب ضد الرجاء، فراه تنقول لكم الخوت، راه الاياكس عطات البروغرام ديال البري سيزون، ما كايناش فيه الرجاء. حتى دوري كومو حنا ما مشاركينش في دوري كومو، مشاركه فيه الاهلي. ثاني حاجه، اياكس قررت انها غتلعب هذا الماتش هذا 3 غش. الرجاء ما غتلعب الماتش الودي حتى 8 ولا 9 غشت، ياك؟ الاياكس قررت ان هذا الماتش هذا غيكون في يوهان كرويف ارينا، كما كان معروف شحال هذه امستردام ارينا، يعني غيلعبوا في التيران ديالهم. يعني حتى هما غيديروا ماتش غالا في التيران ديالهم، حتى حنا بغينا نديروا ماتش غالا في التيران ديالنا. هنا كاين تعارض الخوت في الزمن والمكان. هادشي علاش انا تنقول اياكس راه ما غتلعبش مع الرجاء، والقرار الاخير تيبقى الاداره ديال الرجاء والاداره ديال اياكس. الا بدلوا المواعيد فرا نقدروا نلعبوا، مادام ان المواعيد باقا متضاربه والمكان، المهم الزمن والمكان باقي متضاربه الخوت في قضيه اياكس. باش نجيكم من الاخر، خرجات واحد الفئه من الناس عاوتاني كتقول لك حكا ما حكا، راه الزيات هو اللي عزيز عليه اياكس، عزيز عليه النموذج ديال اياكس، راه باغي يلعب ضد اياكس. اول حاجه الزيات ما عندوش الحق يقرر المباراه الوديه، خصوصا ان المباراه الوديه مرتبطه بالبرنامج الاعدادي، هذه اول حاجه. وحتى في البرنامج التسويقي فراه مجلس الاداره هو اللي كياخذ القرار النهائي، بدليل كلكم كنتوا عارفين ان البارسا غتجي تلعب ماتش في كازا بواحد النسبه ديال 70 ولا 80%. البارسا كانت غتجي تلعب مع الرجاء في كازا،
علاش؟ لان لابورتا عنده ارتباط بالرجاء، راه جوج مرات كان جا الرجاء، راه كان جا الرجاء في 2005 تلاقى بعبد الحميد الصويري الرئيس السابق حاكم الحكامه، وكان رجع عاوتاني عند عبد الحميد الصويري في 2010. يعني لابورتا مرتبط بالرجاء، كيبغي الرجاء، عزيز عليه الرجاء. لابورتا كان قال ان البارسا غدير البري سيزون في اسيا، ومنين غتسالي غترجع لكازا غدير ماتش ودي في كازا بنسبه ديال 70% 80% الخوت، ان هذا الماتش كان غيتلعب ضد الرجاء، راه ما كاين لا وداد لا والو، راه كان هذا الماتش غيتلعب ضد الرجاء. المشكل اللي طرا، المشكل الاول اللي طرا قبل ما يلقاو ان راه كاين واحد الزحام في الروزنامه وكذا وكذا وكذا، المشكل اللي طرا هو ان لابورتا القرار ديالو باش يجي يلعب ماتش في كازا كان قرار احادي، رفضوا مجلس الاداره. مجلس الاداره رفض كازا، رفض كازا، ما رفضش يجي يلعبوا ماتش في المغرب، رفضوا التيران ديال كازا. الماتش ما يتلعبش في كازا، لعبوه لنا في طنجه، لعبوه لنا في الرباط، ولكن ما يتلعبش في كازا. هاد الهضره اللي تنقول لكم راه كانت تكتبات في جريده سبورت الكاتالونيه، جريده مقربه من برشلونه. الخبر تيخرج من برشلونه تيدوز عند جريده سبورت، عاد كيتفرق على الاس وعلى الموندو ديبورتيفو والجرائد الاخرى. راه الا مشينا بهذه المنطقه الخوت، راه انا غادي نمشي نجيب نابولي ونقول لكم الرجاء غتلعب مع نابولي. باش عرفتي الرجاء غتلعب مع نابولي نقول لكم ان الشريك الرسمي ديال نابولي راه الشريك ديال مارسا ماروك، وراه اتفقوا، وراه كذا وراه كذا وراه كذا، ونبقى الخوت انا طالقه. ولكن الامور راه ما كتمشيش بحال هكا. دراسه استراتيجيه مطلوبه باش تعرف الخبر قبل من الصحافه، راه مطلوبه، ولكن ماشي بهذه الطريقه باش تقول لي الزيات هو اللي باغي اياكس. هنا الخوت راه كضرب لينا كلشي في الزيرو، ما بقى لا مجلس اداره لا والو، غنرجعوا لذاك الرئيس الكلاسيكي اللي كياخذ القرارات، قرارات كبيره كياخذها هو. انا نعاود نكررها لكم، رانا كون بغيت نمشي بهذه المنطقه راه غنجيب لكم نابولي، نربط لكم نابولي بالرجاء، ونربط لكم نابولي بالرجاء بالعلم. غنقول لكم ان الشريك ديال مارسا ماروك هو الشريك ديال نابولي، واتفقوا على الماتش، والماتش غيتلعب في البلاصه الفلانيه، ومبقاش انا غادي كندير بحال داكشي اللي كيديروا الصفحات ديال الفيسبوك. المهم الخوت ندوزو الاخبار الانتدابات. كاين الجديد بخصوص اخبار الانتدابات. الامر كيتعلق بيوسف العربي. يوسف العربي الوكيل ديالو مره اخرى كيعرض الخدمات ديال اللاعب على اداره الرجاء، بعد ما كان عرض الخدمات ديال يوسف العربي على اداره بيروين. اليوم او بالامس عرض الخدمات ديالو على اداره جديده، اداره جواد الزيات. وراه كما كنت قلت لكم انا الخوت، انا ما بغيتش ندير سياقه الخبر كما دارت ليه الصحافه، انا راه جيتكم نيشان قلت لكم ان يوسف العربي رجاوي باغي يلعب في الرجاء وباغي يختمها في الرجاء. وراه الصفقه ديال يوسف العربي الخوت راه ما تجيش تقول لي في عمره 38 سنه، راه نمشيو غير بمنطق المال. دابا الرجاء ولاو فريق راس مالي، نمشيو غير بمنطق المال. يوسف العربي راه التوني ديالو غيتباع بواحد الكم هائل، يوسف العربي التوني ديالو ديال الرجاء راه غيتباع بواحد الكم هائل، هذه راه مضمونه. ثاني حاجه رياضيا السيد راه واجد رياضيا، راه عطى الموسم اللي فات، هذا الموسم اللي سالا اللي باقي يلاه سالا بشهر راه ماركي 14 بيت. شنو بغينا مازال؟ لاعب محترف، لاعب في الفتره ديال الشباب ديالو كان لاعب عالمي، وجميع الفرق ديال العالم كانوا باغينه. المهم نفس الهضره اللي كنقولها على يوسف العربي راه دائما مرتبطه بيوسف ايتش بن ناصر. نفس الهضره اللي كنقول على يوسف العربي راه كنقولها على يوسف ايتش بن ناصر، غير هو يوسف ايتش بن ناصر القيمه التسويقيه ديالو باقا طالعه شويه، فراه باقيين عنده عروض، باقي الناس ديال سامسونج سبور كي باغيين يتواصلوا معاه بخصوص التجديد. يوسف ايتش بن ناصر الا جا العرض ديال الرجاء فراه غيفضل العرض ديال الرجاء، هذه كنتحمل المسؤوليه ديالها. يوسف ايتش بن ناصر تا هو راه رجاوي كيموت على الرجاء، الا جاه العرض ديال الرجاء وكان عرض مناسب راه غيلعب في الرجاء، راه غيختار العرض ديال الرجاء. الخبر الثالث قبل ما ندوز الخبر الثالث بخصوص اللاعب ديال اتحاد التوارقه فؤاد الزهواني، بغيت نركز على واحد النقطه. بحال ما تم انتداب ديال يوسف ايتش بن ناصر، الا تم انتداب يوسف ايتش بن ناصر فراه غيشكل واحد الثنائيه خطيره مع صابر بوغرين، غيشكل ثنائيه خطيره مع صابر بوغرين، كونوا على يقين الخوت. ندوزو دابا للموضوع ديال فؤاد الزهواني. فؤاد الزهواني ما كنبغيش نهضر عليه بزاف، ولكن راه النموذج ديال المشروع جديد ديال الرجاء. الرجاء غتولي تسيني مع بحال هاد اللعابه، هادو هما اللعابه اللي داخلين في المنظومه الجديده ديال الرجاء، لاعب اللي تيكون حاط رجل في المغرب ورجل في اوروبا، اللي تيكون عنده واحد النضج تكتيكي من صغره، هو حافظ الشيما تاكتيك اللي سواء ديال 4-2-3-1 4-3-2-1، جميع لي شيما تاكتيك تيكون حافظهم في واحد السن صغيره. كيجي للرجاء كتسقل الموهبه ديالو، كياخذ لا دي ان ديال الرجاء. فانا كنشوف ان الرجاء الى حسمت الصفقه ديال فؤاد الزهواني فراه غتكون ضربه معلم.